السلام عليكم يا أحلى متابعين. ودلوقتي هبدأ رواية بالصعيدي إن شاء الله هتعجبكم بقلم الكاتبة رحمة محمد. وقبل ما نبدأ كده كلنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويلا نبدأ عشان ما اطولش عليكم، بس قبل ما نبدأ يا ريت ما ننساش اللايك وكمان الكومنت. يلا بينا. في قرية من قرى الصعيد وفي بيت مكون من 3 طوابق، كان قاعد في الريسبشن راجل ومراته بيتكلموا. شادية: وبعدين معاك يا جعفر، هتفضل لميتة؟ آثر عيالك وقافل الدنيا كلها عليهم. هقفل عليهم الدنيا ليه؟ ما هم بياكلوا ويشربوا، عاوزين اكتر من كده ايه؟ يعوزوا. ايوه يعوزوا طبعا ان انت تقف معاهم تحس بيهم، ويحسوا كمان ان هم ليهم ظهر يا جعفر. لا، انا ماليش في الكلام ده. وبعدين لازم اقف معاهم بالفلوس؟ انا عارف ان انت بتتكلمي على الفلوس، وليه ما تساعدهمش؟ مش انت ابوهم؟ اي اب بيساعد عياله، ولا انت هتبقى بخيل على عيالك كمان؟ تقصدي ايه يا مرة انتي؟ قصدي ان انت فاهم يا جعفر، ماسك على عيالك ومشقيهم في الدنيا، وانت عارف وممكن قوي ان انت تريحهم راحة ما بعدها راحة. ليه العذاب ده كله؟ يا شادية على الكلام الماسخ. دول رجالة، عاوزاهم يقعدوا جنبي يصرفوا من فلوس ابوهم عاد. عاوز اهل البلد يقولوا ان انا مخلف عيال توتو. اول حاجة مش بقولك ان هم يعتمدوا على فلوسك وبس، بس على الاقل يعني يحس ان هم ليهم ظهر وسند. عاجبك غربتهم وكرههم ليك؟ ما يكرهوا زي ما يكرهوا، ده ربنا هيرميهم في النار حتف لانهم مش بارين بيا. طب وبنتك اللي داخله على 30 وبسبب شرطك الماسخ اللي زي الزفت وقفت حالها برضو؟ مش خايف من البلد؟ مش خايف من الناس اللي انت بتتكلم عنهم لا ياكلوا وشك برضو ولا ايه؟ جعفر قام وهو غضبان جدا. اللي عاجبه شرط يجي ياخد البت، واللي مش عاجبه ما ياخدهاش. وبعدين انا بتكلم في شرع ربنا، ايه هتعترضي؟ شرع ربنا يا مفتري، شرع ربنا بيقولك قعدها جنبك. شرع ربنا بيقولك ان انت تقعدها من التعليم وما تخليهاش تكمل تعليمها زي البنات اللي في سنها. شارط عليها ان هي عشان تكمل تعليمها تصرف على نفسها. انه اب بيعمل زيك كده؟ حرام عليك يا مفتري. واه يعني يا شادية، لازم اعمل كده عشان تحافظ على القرش، علشان تعرف قيمته، عشان كمان تعرف تتصرف في بيت جوزها وتساعده. تساعده ايه؟ حرام عليك يا عم، حرام عليك. زمانها كانت دكتورة، دلوقتي البت كانت شاطرة. دكتورة ايه وكلام فاضي ايه؟ مصيرها تتجوز في الاخر. وبعدين انت عاوزة ادفع يعني فلوس وفي الاخر تروح ببلاش كده؟ تروح لبيت جوزها تساعده وتصرف عليه؟ اعوذ بالله منك يا اخي، انت بتفكر ازاي؟ على الاقل كانت ساعدت نفسها بدل ما هي قاعدة كده، لا جواز ولا شغلة ولا حتى شهادة. ربنا يحاسبك على كسرة البنت. جعفر بزعيق: جرى يا ست انتي؟ هي مش دخلت برضو جامعة مفتوحة ودخلت كلية تجارة وشغالة دلوقتي؟ شغالة في محل لبس، وانت بإيدك تعينها. ما انت ياما كلمت الناس وشغلت ناس كتير، اما تيجي عن بنتك وتقول لا لازم تعتمد على نفسها. انا مش مصدق ابدا انك تكون ابوها. البنت شغالة في محل لبس، اللي بتقبضه يا حبة عيني بتصرف على نفسها بيه، بتجيب لها هدمة ولا هدمتين. تقوم انت تعمل فيها كده يا جعفر ليه؟ بنتك عمالة تتكلمي على البت قوي، يعني عمرها في حياتها ما جابت لي جلبية حتى البسها. والناس اللي عمالة بتتبرع واللي هي بتتبرعها هي كمان للناس ما تعرفهاش، مش انا الاولى؟ الاقربون اولى بالمعروف. واه، انت مش محتاج جلبية يا جعفر، ده انت تشتري المصنع كلياته. أعوذ بالله، بومة هتفضلي بومة. غوري اعملي كوباية شاي. وقعت دماغي يا مرنتي. قامت شادية ودخلت المطبخ تعمل شاي لجعفر. ونروح على فيروز. وردة دخلت عليها: صباح الخير يا فيروز. صباح الخير يا وردة، أخبارك ايه؟ أنا بخير يا حبيبتي، جايبالك مفاجأة. مفاجأة؟ خير يا رب. يا رب تكون مفاجأة تفرح. هتفرح بإذن الله، أنا خطبت الخميس اللي جاي. ألف ألف مبروك يا حبيبة قلبي، ألف مبروك يا ورد. الله يبارك فيك وعقبالك يا فيروز. عقبالي؟ طول ما أبوي كده؟ مستحيل هيحصل، مستحيل هيحصل يا ورد. أبويا بخيل. ليه كده يا بنتي؟ مش راضي يجهزني. كل عريس يجي يقول له ادفع المهر، وتاخد العروسة بشنطة الهدوم بتاعتها. مين بقى هيرضى بالوضع ده؟ طب ما في عرسان كتار بيعملوا كده يا فيروز، ومش بيكتبوا قايمة، وده الشرع يعني.
ما أنا عارفة يا ورد، لو أبوي ماشي عشان الشرع ما كنتش اتكلمت، لو هو بيمشي كل حاجة بالشرع ما كنتش اتكلمت، لكن هو بخيل، معروف بالبخل والجشع كمان. اللي مش هيتقدم عشان خاطر الجهاز مش هيتقدم بردك علشان خاطر سمعة أبوي. الله يعينك يا بنتي، إن شاء الله خير يا فيروز. وبعدين ما تزعليش، ممدوح عارف اللي فيها وموافق، أنا عارفة، وقال لي ما تشيليش هم كمان، ممدوح رزق من عند ربنا. طب والله ابن حلال، خلاص يا فيروز، أفرح بيكي بعدي إن شاء الله، يا رب هينزل من السفر وهيجي لأبوي. قطع حديث فيروز وورد، رنت التليفون بتاعت فيروز وكان مدحت. بصي يا بنتي اهو جبنا سيرة القط جه ينط. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي ويخليه هو كمان. ردت فيروز على التليفون بس صوت ممدوح كان غريب. ازيك يا ممدوح؟ الحمد لله. مال صوتك يا ممدوح، فيك حاجة ولا ايه؟ بصراحة فيها فيروز، في حد دلوك عاوز يكلمك. يكلمني مين؟ ادهوني. خدت ممدوح التليفون وقالت بصوت لئيم: أنا اللي عايزاك يا حبيبتي أكلمك. أهلا وسهلا يما. لا يا حبيبتي أنا مش أمك، أنا جاية أقولك ابعدي عن ابني مش هيتجوز واحدة زيك، أبوها راجل جلدة وسمعته على كل لسان، ومتهيألي انت عارفة، وانتوا أكيد برضو داخلين على طمع. ابني مكانه مرموق في البلد وانت عارفة برضو كده كويس، ومسافر ومعاه القرشين. راجل اهدى يا اختي، اللي مش عاوز يجهزك مش عاوز يجهز بنته، بعدين عمري بابني هياخد واحدة زيك. فيروز بصدمة: ايه اللي حضرتك بتقوليه؟ بقولك اللي سمعتيه، مالكيش دعوة بابني تاني. انا هروح لابوكي واقول له لم بنتك عن ولاد الناس، سلام. قفلت ممدوح السكة في وش فيروز. فيروز كانت واقفة مصدومة من اللي حصل وفضلت تعيط. ورد مالك؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ بتعيطي ليه؟ فيروز ببكاء: مدحت اداني امه وقالت لي كلام يجرحني قوي، قالت لي كمان ان ممدوح عمره في حياته ما هيتجوز واحده زيي. ما تزعليش، هو ما يستاهلكيش صدقيني يا فيروز، بس انا ما كنتش متوقعه كده يا ورد. كنت متوقعه ان هو يجي ويتقدم لابوي زي ما وعدني بحاجات كتير قوي، وكان عارف بظروفي. انتي عارفه الغلطه الوحيده ان انا حكيت له على كل حاجه. ربنا هيشيلك الخير وانا متوكده من كده، ربنا هيكرمك، انت طيبه قوي يا فيروز. دخل المدير عليهم وزعق: هو احنا هنقضيها كلام كده ومش هنشتغل ولا ايه؟ فيروز وهي بتمسح دموعها: بنشتغل اهو، هو ده الشغل؟ كل ما ادخل الاقي واحده بتعيط وفي حضن التانية، هو ده مكتب محاسبه ولا مكتب ايه بالظبط؟ دكتور نفساني؟ وبعدين كلها نص ساعه وماشيين، ابقوا واسوا بعض في البيت. حاضر يا فندم، هنرجع للشغل اهو. خرج المدير ورجعت فيروز وورد للشغل بتاعهم. اما بقى في البيت كانت جارتهم واقفه وبتخبط على الباب. راحت شاديه وفتحت الباب: اهلا وسهلا، ازيك يا حاجه نفيسه؟ اتفضلي. تسلمي يا حاجه شاديه. خدت شاديه نفيسه للريسبشن وقعدوا هما الاتنين. شاديه قالت لنفيسه: ايه تشربي ايه يا حاجه؟ ولا حاجه، انا جايه اقول الكلمتين بتوعي همشي على طول. خير يا اختي؟ في ايه؟ خير ان شاء الله، اصلي مش عارفه اقول لك ايه واقولها لك ازاي. ما تقولي يا حاجه نفيسه، في ايه؟ جلكتيني. إيه بصراحه كده بنتك طالع عليها كلام مش حلو خالص. شاديه بغضب: قطع لسان اللي يقول كلمه واحده على بنتي. وايه هو اللي طالع على بنتي؟ اتكلمي يا حاجه. بيقول ان ابوها حاطط الشروط دي عشان يداري على بنته، عشان هي مقضياها مع ده شوية وده شوية، هو عامل الشروط دي عشان مفيش حد يتكلم عليها، ويوم ما يقولوا هي ما اتخطبتش ليه يقولوا عشان الشرط. يا حسدي، ايه اللي انت بتقوليه ده يا ولية؟ جرى ايه يا ولية يا خرفانة؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ هي وصلت بيكي تيجي وتقولي الكلام ده على بنتي وتقولي كلام ظلم عليها؟ يقطعني يا اختي، مش انا اللي قلت، انا بقولك الكلام اللي بيدور من وراكي. وبعدين يعني ما بنتك عندها 29 سنة وماشية في 30 ولسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي. ممكن يا حاجة شادية يكون كلام الناس صح، أنا جاية أقولك وخلاص، أو معمل لها عمل. اخرسي، ما تتكلميش على بنت أنظف من أي حد فيكو وأشرف من الشرف. يوه، هو أنت تزعلي من الحق؟ أقصد يعني من الكلام اللي بيتسمع وأنا بقوله وخلاص. أنا جاية أوصل لك رسالة. أنت زعلتي ولا إيه؟ زعلت؟
أيوة زعلت، ده انت لولا انك في بيتي كنت شربت من دمك، انت واللي نطق الكلام ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. في الوقت اللي شادية كانت بتتكلم مع نفس دخلت فيروز من الشغل. ايه يما صوتك عالي كده ليه؟ واصل لبرا. ما فيش حاجة يا بنتي، ما تشغليش بالك انتي. لا يما باين على وشك الزعل. ايه يا خالة نفيسة، هي مالها؟ ما تتكلمي يا خالة. كل ده يا بنتي عشان بحبكم وجاي اقول الكلام اللي بيتقال برا، والناس بيقولوا عليكي كمان انتي معمول لك عمل ايه؟ وش معنى اللي يتعمل لي عمل يعني؟ وليه بتقولي الكلام ده؟ عشان داخله على 30 وما اتجوزتيش. بان في ساعتها الزعل على وش فيروز وما ردتش على كلام نفيسة. بصت نفيسة لتعبير وش فيروز وقالت يقطعني يا بنتي، ما كنتش اقصد. على العموم هأستأذن انا بقى. خرجت نفيسة من البيت، اما فيروز فانفجرت من العياط وقالت شايفة يما، شايفة ابوي عمل فيا ايه؟ مش كفاية ضيع مستقبلي؟ لا ايه، خلى كل الناس اللي تسوى واللي ما يسواش يتكلموا عليا يما. شادية بحزن وهي بتحضن فيروز. ما تزعليش يا بنتي، دي ناس مريضة، ما تشغليش بالك بيهم، انتي ست الناس وستهم كلهم. في نظرك انتي بس يما، لكن الناس ما بترحمش وما عندهاش حاجة اسمها نصيب. شادية حقك عليا يا بنتي، ومنهم لله، منه لله كل ظالم. انا طالعة اوضتي، محتاجة انام يما عشان تعبانة. ما تناميش وانت كده، لازم تاكلي الاول. ماليش نفس، عشان خاطر يا بنتي، معلش محتاجة ارتاح. لو بتحبيني سيبيني. ماشي يا بنتي زي ما تحبي. طلعت فيروز الأوضة بتاعتها وقعدت شادية وقالت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جعفر يا ابن نعيمة، انت وامك في يوم واحد. اما في الشارع كانت نفيسة قاعدة مع جارتها بتتكلم على اللي حصل في بيت فيروز. اسكتي يا فتحية، رحت اطمن على شادية واول ما جبت سيرة بنتها اتوترت وما كانتش على بعضها. شكل البت فعلا معيوبة. ايوه كده زي ما الناس بتقول، عندك حق يا نفيسة. قطع حديث فتحية ونفيسة راضية ام ورد. سلام عليكم يا جماعة. نفيسة وفتحية وعليكم السلام. يعني واقفين بتوشوشوا على ايه؟ اصل البت اللي اسمها فيروز بنت جعفر سمعتها بقت وحشة أوي زي الزفت. رحت يا أختي أقول لأمها ولقيت الولية هبت فيا زي الهبابة. فتحية معيبة اللي بالقدرة لأمها طلعت البت زي أمها. راضية حرام عليكم، إيه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ ليه بتتكلموا على سمعة البنية كده؟ انتوا شفتوا فيها حاجة عفشة؟ ده احنا عندنا ولاية، ليه بتقولوا الكلام ده؟ فتحية اتكلمت بس أنا بناتي مؤدبين وما ينفعش أي حد في الدنيا يتكلم عليهم كلمة واحدة عفشة. وأنا كمان بناتي اتجوزوا بعد الدبلوم، ده ما قعدوش يوم واحد بعد ما كملوا تعليمهم. وهي البنية يا فتحية شفناها بتعمل حاجة عفشة؟ البت أدب وأخلاق ما فيش زيها. وبعدين إيه يا نفيسة، موضوع جوازها ده اسمه ونصيب. حرام عليكي، افرضي عيلة من عيالك اتأخرت شوية كنت هتعملي إيه يعني؟ نفيسة بعصبية. مالك يا راضية، مالك عاملة كده ليه؟ يا اختي احنا بنقول اللي بيتقال في البلد. وبعدين بنتك معاها في الشغل، كلميها واسأليها وهي تقولك كل حاجة. انا بنتي ماشية معاها من ساعة ما اشتغلوا سوا فعلا، وبنتي هي اتخطبت وزي الفل. لو كانت البنت بتعمل حاجة عفشة كانت بنتي قالت لي، لكن البنت كويسة. بنتي لو شافت حاجة عفشة زي دي ما كانتش مشيت معاها. حرام عليكم، كل من ابوها هو اللي عمل فيها كده. الراجل ده سواد وعار على الصعيد كلها. نفيسة بطريقة يا اختي بقى خلاص اقفلي على الموضوع، دعي الخلق للخالق. راضية بغضب. بعد ايه يا نفيسة؟ بعد ما كلتي فروة البت؟ ما خلاص بقى يا راضية، ما كانتش كلمة انا قلتها. ماشي يا نفيسة. سابتهم راضية وراحت البيت بتاعها، واول ما دخلت لقيت وردة عمالة بتتفرج على التلفزيون. سلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام يما. كنت فين؟ كنت عند خالتك وقابلت فتحية ونفيسة نسوان السوق اللي موجودين في الشارع عندنا. ايه يما هم عاملين وش؟ الناس دول وش مصايب. قالولك ايه؟ كانوا بيتكلموا على صاحبتك يا بنتي، بس انا وقفت كلامهم خالص ورديت عليهم، رديت غبتها. منهم لله يما، بوظوا سمعة البت، منهم لله. كله من ابوها هو السبب يا بنتي. هو كل ما عريس يجيلها يقول لا مش هجهزها،
هو كل ما عريس يجي لها يقول لا مش هجهزها. يفكروا الناس كل ما عريس يترفض أو يمشي من غير ما يتكلم يقولوا عليها كلام، وانتي عارفة الصعيد وكلامهم كتير. الراجل ده مش هيشوف حاجة حلوة أبدا يما، ربنا هيحاسبه على كسر بنته وعياله كلهم. عند ربنا يا بنتي ما بيروحش أبدا. ونعم بالله يما. اتغديتي يا ضنايا؟ لا مستنياكي. طب يا حبيبتي هقوم دلوقتي أسخن الوكل. يا بنتي انت عزمت فيروز؟ ايوه ياما عزمتها، انا بحبها، هي جدعة. ايوه يا بنتي جدعة، كنت هقولك اعزميها، ولو ما عزمتهاش كنت هقولك لازم تعزميها. لا ما تقلقيش ياما عزمتها، وكمان صاحب ياسر بيدور على عروسة، يمكن يشوفها وتعجبه. ربنا ييسر في الخير يا بنتي. في القهوة كان قاعد جعفر بيشرب القهوة، دخل راجل عجوز في الخمسينات تقريبا. السلام عليكم يا حاج جعفر. اهلا يا ابو مختار، اتفضل. أنا جاي استسمحك في حاجة كده يا جعفر. ها خير؟ محصول العنب اللي موجود في الأرض بتاعتك نزل في السعر شوية يا حاج. أنزل في السعر؟ إيه يا راجل أنت عاوز تخرب بيتي؟ ما هو كتير برضو. إيه يا حاج جعفر، 200,000 جنيه في محصول عنب؟ جعفر بغضب: يخرب بيت عقلك وطي صوتك، تعاوز ناس تبصلي في مالي ولا إيه؟ يا عم ما كل البلد عارفة إن أنت قاعد على تل فلوس، أعوذ بالله من عينيكم كلكم. ما اللي بيجي بيروح على مصاريف العيال والبيت. والله بقولك ايه يا حاج جعفر، ممكن تعمل الحركات دي على غيري مش هاني. بقولك ايه انت كمان، المحصول بنفس السعر ومش هينزل جنيه. يا اما عندك البلد كلها هاي، روح شوف غيري. لا صراحة انت زرعتك ما فيش زيها في البلد كلها. يبقى تسكت وتقعد ساكت كده بدل ما انت عمال تقر. اما بقى في بيت فيروز، شادية كانت قاعدة متضايقة. ليه يا بنتي انت كمان متضايقة؟ ما تزعليش من كلام واحدة ناقصة زي دي. مش زعلانة يا اما، ده كلامهم زي السيف اللي بيشق القلب نصين. حقك عليا يا بنتي. وانت ذنبك ايه يا اما؟ ما انا عارفة انك اكتر واحدة مستحملة الجرف والبخل اللي احنا عايشين فيه. ربنا هيعوضك، وعوض ربنا كبير قوي يا بنتي. صحيح، انا اتعزمت على خطوبة ورد، بجد ألف مبروك، البنت جدعة وأميرة زي أمها. عندك حق يا بنتي، بس أنا بفكر إن أنا ما أروحش يا عيب ما تروحيش، إزاي؟ لازم تروحي وتنبسطي. ده أنا هتصل على الخياطة تجيب لك فستان حلو عشان تروحي وتبقي زي القمر. فستان إيه بس يما؟ ده أنا يدوب معايا حق المواصلات، معيش فلوس. ما تقلقيش أنا هديكي تروحي وتفصلي فستان. منين يما الفلوس دي؟ هو ابوي اصلا بيديكي فلوس؟ لا، الفلوس دي انا كنت شايلاها. يما انتي بتحوشي ولا ايه من ورانا؟ الا قوليلي يما، انتي ما جبتيش العلاج؟ لا جبته يا بنتي جبته. انا كنت بشيل فكة على فكة على مرور العصور اللي احنا عايشين فيها. الراجل اللي انا متجوزاه ده اعوذ بالله، لما كنت اقدر اخد الجنيه كنت بحطه على الجنيه عشان الوقت زي ده يا بنتي. بس يما انا ما فيش بس. روحي وخدي الفلوس وروحي لصالحة الخياطة، ولو ابوكي قابلك في الطريق قولي له اي حاجة رايحة خيط حاجة، وخدي حاجة معاكي متقطعة عشان يصدق. ربنا يخليكي لي يا امي. شادية وهي بتحضنها: حبيبتي يا فيروز حبيبتي. انا متأكدة يا بنتي ان ربنا هيكرمك وهيرزقك، وهيرزقك كمان باللي يصونك، صدقيني ومش هيهينك ابدا. البسي البسي يلا وروحي عند صالحة. قامت فيروز لبست ومشيت عشان خاطر تروح للخياطة. ولما كان جعفر وأبو مختار كانوا قاعدين في القهوة بيتكلموا، فيروز عدت من قدامهم. واه، هي البت دي رايحة على فين؟ بتقول حاجة يا حاج جعفر؟ لا ما استغناش. قام جعفر ونادى على فيروز: فيروز انت يا بت؟ نعم، في ايه؟ رايحة على فين؟ رايحة اودي الحاجة دي لخالتي صالحة الخياطة. هتودي ايه؟ رايحة اودي لها الهدمة دي يا بوي عشان تخيطها. ماشي يلا غوري. مشيت فيروز وجعفر رجع تاني وقعد في القهوة. أبو مختار: مين البناية دي؟ بنتي. بسم الله ما شاء الله. هي متجوزة؟ لا مش متجوزة. هي عندها كم سنة؟ عندها 29 سنة أو 30، معرفش في الحدود دي. هي رجالة عميت ولا ايه؟ جرى ايه يا جعفر؟ ليه يعني لحد دلوقتي ما اتجوزتش؟
انت بتقول ايه؟ ابدا، مش بقول حاجة، بعد اذنك. بقول لك ايه يا حاج جعفر، هو انا ينفع اجي اشرب كوباية شاي معاك؟ غريبة. مالك يا ابو مختار، ما تشربها هنا، ما احنا قاعدين في قهوة. لا، عشان محدش يعرف فلوسك وكده يعني. أول مرة تشغل مخك، برغم يعني إن أنت هتكلفني كوباية الشاي، بس ماشي خلاص. هجيلك بعد يومين. تنور، أنت وفلوسك. أخ منك أنت. وبكده يكون انتهت البارت الأول. لو عجبكم تابعوني باللايك والاشتراك، وان انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. استنوا الحلقة الجديدة، هكون ضرب نار. يلا سلام.